تعالي بقى لما اقولك بكيس واحد بس من السمنة، كيس ب5 جنيه، هنعمل كيلو من الكحك، والكحك المشكل كمان. يلا بينا نبدأ. اول حاجة انا جبت طبق زي ما انتم شايفين كده، وهفضي فيه كيس السمنة بس. انا ولا هحط حاجة تاني، ولا سمنة ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. وبعد كده هنزل ببيضتين، وبعد كده هجيب 2 فانيليا وهنزل بيهم زي ما انتوا شايفين. امشوا معايا خطوة بخطوة عشان الخطوة الوصفة تبقى ناجحة معاكم. وبعد كده جبت نص كوباية مطحونة من السكر، ونزلت بشوية مية صغننين، وهديهم تقليبة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يطلع معايا القوام ده. وياريت لو يكون بمضرب كهربا هيبقى اسرع وبسرعة. وبعد كده جبت حاجة تانية وهنزل بيها بالدقيق. حطيت حوالي 4 كوبايات من المية، وهنزل بحوالي نص كوباية من النشا. انا نزلت ب4 معالق، ال4 معالق دول بالظبط نص كوباية من النشا، يبقى 4 كوبايات من الدقيق ونص كوباية من النشا. وهحط معلقتين كبار لبن بودر، و وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة بيكنج باودر زي ما انتم شايفين، وهنزل بذرة ملح صغننة، وهبتدي ان انا اقلبهم كلهم في بعض لحد ما يدي اللون اللي هو مصفر، حاجة بسيطة كده. وزي ما انتم شايفين كده بالظبط، يا ريت نمشي خطوة خطوة. بعد كده هنزل بقى بالخلطة واحدة واحدة زي ما انتم شايفين. انا هشيل خالص اللي انا بقلب بيه دون، وهروح اعمل كل حاجة بايدي زي ما انتم شايفين. احسن حاجة ان انت تعملي حاجة بايدك، تعرفي ان انت تتحكمي فيها كويس. طبعا هبتدي ان انا اعجن بالطريقة دي، ما تحطيش مية ولا تحطي اي حاجة خالص. انت تفضلي تقلبي وهي هتتظبط معاكي بالظبط. حتى لو احتاجت تحطي حبة مية صغننين خالص. زي ما انتم شايفين كده خلاص هي اتعملت اهي. انا بوريكم بعمل لكم تيست اهي، ان هي خلاص كده اتعملت وجهزت. طبعا هروح شايلاها بقى لمدة 10 دقايق، ولو تعرفي تسيبيها من 10 دقايق لربع ساعة او نص ساعة كمان تبقى حاجة جميلة جدا. والعجينة بدل ما هتبقى معاكي حاجة صغننة كده، هتلاقيها بسم الله ما شاء الله بقت مالية الطبق. طبعا هروح ماسكاها بقى حطها في طبق تاني. هروح بعد كده ركناها زي ما انتوا شايفين كده، خليكوا شايفين هي قد ايه. بعد كده هركنها بقى لمدة 10 دقايق. انا غطيتها زي ما انتوا شايفين كده، كلفتها. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله هي خمرت اهي. سبتها 10 دقايق بس. طبعا مادام بتنزلي صباعك فيها كده بتبقى العجينة دي معمولة بالظبط ومضمونة، يعني حاجة جميلة جدا. وبعد كده جبت اشكال عندي، جربت انا بالشكل البلاستيك دون بتاع كحك، لقيتها ان هي مش حلوة خالص، فابتديت ان انا اعمل بالاستانلس. طلعت معايا تحفة. وطبعا زي ما انا موريكم انا بعملها زي الكوره الصغنونه خالص. يا ريت لو تعرفي تصغري يعني اكتر من كده، علشان خاطر اللبن الباودر آه البيكنج باودر بينفش العجينه. وطبعا زي ما انتم شايفين انا رصيتها كده. هبتدي ان انا اعملها بالكور زي ما انتم شايفين كده. هعملها كور زي ما انتم شايفين كده. ابتدي ان انا اكورها. هعملها كلها بالشكل ده، بس هنشكلها بقى، يعني كل شكل، يعني كل حاجة بشكل. طبعا انا جبت الشكل دون وعملت بيه الكحك، طالع معايا زي العسل زي ما انتم شايفين كده. طبعا بسيبها بسخن الفرن على 180 درجة، وبسيبه كده حوالي كام دقيقة لحد ما 5 دقايق كده بالظبط، لحد ما الفرن يسخن شوية. وبعد كده جبت انا بقى الحشو، جبت انا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي شوكولاتة من عند العطار، بتقولها ب5 جنيه شوكولاتة تزيين بيديكي. انا جبت ب5 جنيه طبعا، وهبتدي ازينها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا هظبطها، بس انا بوريكم بدخلها ازاي وبحطها ازاي في العجينة، وبتمسك وما بتسحش لما بتدخليها الفرن. طبعا انا هعمل كله، وبعد كده هبتدي ان انا اشكل بقى. ابتدي ان انا اشكل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي.
طبعا انا ابتديت رصيت دول كده، عملتهم زي ما انتم شايفين، بس قلت لما اعملها احسن كده هتدي شكل يعني اكتر، احلى يعني احلى بكتير. زي ما انتم شايفين انا جيت بالبتاع بتاع الاستانلس بتاعت الكحك دي، وابتديت ان انا اعمل الشكل اللي انتم شايفينه، وهبتدي ان انا ارص بقى الشوكولاته، ابتدي ان انا ارصها كده، احاول اخلي شكلها احلى، يعني شكلها حلو. طبعا كل اللي عنده اطفال هيحب الوصفه دي جدا جدا جدا، علشان خاطر الاطفال طبعا بتحب الشوكولاته، ومنها ان هم ياكلوا ويتغذوا حاجه في البيت موجوده عندك انت اللي عاملاها، وطبعا الكيلو منها بره بالشيء الفلاني. طب انت ليه تعملي كده وانت في ايدك ان انت تعمليها لهم في البيت زي ما انتم شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا انا قلت لكم ان انا حاطه الكحك على درجة 180. زي ما انتم شايفين انا عملت كذا شكل، وده كله بكيس ب5 جنيه سمنة بس، ولا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة، 5 جنيه بس. طالعة زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة. وشايفين منفوش ازاي، وانا كنت عاملاه زي الكور الصغنونة. لو عايزة تصغريه صغريه، اهم حاجة متنسوش المتابعة. سلام.